هو التحرش اللي زاد ولا الوعي اللي زاد؟ في العادي بيجي لنا اطفال اهاليهم شاكين ان هم تعرضوا لحادثه من التحرش، ولكن بعد عرض مسلسل لام شمسيه الحالات دي زادت تكرارها قوي على العيال، والامهات بتيجي وشاكه ان الطفل ممكن يكون اتعرض لواقع التحرش. هنا بيجي دورنا ان احنا نثبت او ننفي الحدث. طبعا هنا في نقطتين. النقطه الاولانيه ان لو الحدث او الواقعه دي كانت من فترة قريبة ساعتها فعلا ممكن يبقى فيه أثر عضوي على الطفل ونقدر نكتشف. النقطة التانية لو الواقعة بقالها فترة طويلة وما اتكررتش ساعتها ما يبقاش فيه أثر عضوي على الطفل، والعكس ممكن يبقى فيه سايب أثر نفسي كبير على الطفل وممكن الأم تقدر تكتشفه. ولكن الأفضل هنا إن هي تتوجه للدكتور النفسي، لأن هو أكتر حد مع الجلسات المتكررة مع الطفل هيقدر يوصل هل فعلا ده حصل ولا لا، وكمان يقدر يساعده ويعالجه من آثار هذا الحدث السيء جدا. أنا شفت الحالات دي فعلا في العيادة وبتبقى حالتهم فعلا صعبة وبيبقوا محتاجين فعلا دعم نفسي من متخصص عشان يرجعوا طبيعيين، وربنا يحفظ أطفالنا جميعا.